واحد بيقول لصاحبه في واحد أعرفه سافر أمريكا، طلع برج 500 دور وراح رامي نفسه من فوق، قعد 3 أيام يقع. راح جه صاحبه قال له مات. قال له طبعا، مش قعد 3 أيام من غير أكل وشرب. مدرس إنجليزي بيقول لطالب ضع كلمة هاز في جملة مفيدة. رد عليه الطالب حسبي الله ونعم الوكيل. مسطول راح يعزف واحدة حلوة، القارئ قال اذكروا محاسن موتاكم. المسطول قال الله يرحمها كانت صاروخ. واحد راح للساحر قال له نفسي اخلي الناس ما تستغناش عني. قال له ايه رأيك اخليك جزمة؟ مرة واحدة كل ما تخلف تطلع بنت، خلفت 9 بنات، العاشر خلفته ولد، سمته بدري، كان بدري عليه. الولد لما بيكلم بنت أول مرة على الفيسبوك بيقول لها حاسس إنك حزينة. حسيت إزاي يا عم الترمومتر وإنت بتكلمها شات؟ لا، وهي الهبلة بتصدق وتقول لك أخيرا لقيت واحد يفهمني. يا شيخة اتلهي. واحد بيقول لمراته أنا بحب فتراك، قالت له طالما طلعت صريح معايا أنا كمان بحب محمود. مسكها خنقها ولا فتراك ده مربى، قالت له والله محمود ده عسل. بيقول لك الوليد ابن طلال لو قعد يصرف كل يوم 7 مليون هيفلس بعد 84 سنة، وأنا لو اتعشيت في كنتاكي يومين ورا بعض مستقبلي يضيع. في عسكري في الجيش اسمه ثابت، كل ما ينادي الضابط ثابت يقول له نعم يا فندم، والضابط يقول له مش انت يا ابني، انا قصدي اثباته. الضابط جاله خبر ان الوزير هيجي يمر عليهم. الضابط قرر يعطي ثابت اجازة في اليوم اللي هيوصل فيه الوزير. لما وصل الوزير الضابط قال ثابت، العساكر كلهم قالوا مش هنا يا فندم، ثابت أخد أجازة. واحد بيقول لمراته حرام السوريات دمرتهم الحرب، لو كل واحد ياخد بنت سورية ويتجوزها بيكون له أجر كبير عند ربنا. ردت عليه مراته بما إنك حنون خد لك صومالية، المجاعة عندهم من سنين. واحد كداب بيقول لي محشش يوم الجمعة دهستنا عربية واتقطعت راسي، اخدوني على الصيدلية ولزقوا راسي ورجعت زي ما كنت واحسن. قال له المحشش يخرب بيتك انت كداب، الصيدلية مش بتفتح يوم الجمعة. قسيس لسه جديد الكنيسة استدعته وبعتت له دعوة عشان يعمل اجتماع، فقعد طول الأسبوع يحضر في الوعظة، وقبل الاجتماع بيوم قعد يراجع عليها طول الليل. دخل الاجتماع لقى 3 بس اللي في الاجتماع، فقال ايه ده يا ربي، يعني انا يوم ما اجي اوعظ اجي الاقي 3 اشخاص بس؟ راح قالك اوعظ وخلاص. لسه هيبدأ لقى واحد مشى، قال ايه ده يا رب، قال ابدأ بقى وخلاص. لقى واحد نام فيهم وعمال يشخر، قام عايز يمشي
ضميره نبهه وقال يمكن ربنا عمل كده مخصوص عشان الراجل اللي قاعد ده وصوت ربنا يوصله. قعد ساعة ونص يقول في الوعظة. بعد ما خلص راح لابونا. بقى كده يا ابونا جايبني في اجتماع فيه 3 أشخاص، واحد منهم روح والتاني بيشخر، مفيش غير الراجل ابن الحلال ده اللي قاعد. قال له ده أطرش. الله عليه. واحدة بتقول لجوزها هتعمل ايه لو انت فزت ب1,000,000 جنيه وجت عصابة وخطفوني وطلبوا فدية 1,000,000 جنيه؟ قال لها معقولة الحظ يضرب مرتين في يوم واحد؟ واحد اشترك في الجيم وراح سأل المدرب فين الجهاز اللي هيظبط جسمي ويخلي مراتي تموت فيا. المدرب اخده وطلعه بره عند مكنة ATM بتاعة الفلوس وقال له هو ده الجهاز وباقي الأجهزة سيبك منها. في مصر فقط لو قلنا مع السلامة تبقى عادي مفيش أي مشاكل، لكن لو قلنا مع 1000 سلامة تبقى معناها غور في 60 داهية. النهاردة اتفرجت على برنامج طبخ ولقيت المذيعة بتقول هنعمل طبخة مكوناتها موجودة في كل بيت: كوباية بندق تركي، 11 لوح شوكولاتة، كوباية لوز مقشر، مارشميلو. دخلت ادور عندي في المطبخ لقيت الكوباية بس. الراجل الحمش هو اللي يعرف يقول لمراته امتى نعم وامتى نعمين. بعد زيادة الأسعار بلاش لحمة، بلاش فراخ، بلاش سمك، بلاش لبن، بلاش بيض ولا رز ولا مكرونة، علقوا محاليل. عزيزتي الأنثى، الرجل مثل الواي فاي، عندما تقتربين منه يرتبط بك، وعندما تبتعدين عنه يبدأ بالبحث عن أجهزة أخرى. انتبهي الله يرضى عليكي. مرة 3 مجانين الدكتور حب يختبرهم، جاب 3 كوبايات مية وقال لهم اغطسوا. غطسوا 2 والتالت ما غطس. الدكتور فكر انه خاف فقال له انت ما غطستش ليه؟ قال له انا خايف اغرق. واحدة اتصلت بجوزها وهي متعصبة بتقول له انت فين يا زفت؟ قال لها انت عارفة الراجل بتاع الدهب اللي كان عنده الطقم اللي كان عاجبك؟ قالت له اه عارفاه يا روح قلبي يا حياتي كلها. قال لها انا عند الحلاق اللي جنبه يا زفتة يا بنت الزفت. محشش بيقول بفكر انام في الميكروويف، دفى ونور هادي وسرير بيلف وكل شوية حد يفتح لي الباب يحط لي الاكل. تلميذ بيقول لابوه بابا في مدرس مستقصدني، كل ما يشوفني يقول لي يا غبي يا غبي. ابوه قال له انا بكره هاجي معاك واشوف المدرس ده ليه بيقول لك كده. راح للمدرس بيسأله انت ليه بتقول لابني يا غبي؟ قال له ابنك ده غبي. ابو التلميذ قال له ازاي يعني؟ المدرس قال له تحب تعرف ولد؟ روح شوفني كده في حوش المدرسة ولا لا. الواد راح ورجع قال له يا استاذ انت ما انتش في حوش المدرسة. ابوه قال له يا غبي ما لقيتوش في حوش المدرسة، دور عليه عند الناظر او عند المدير او في فصل تاني. بخيل اتجوز موظفة اتفق معاها ان المصاريف عليه والايجار عليها. بعد 20 سنة
مات اكتشفت ان الشقة اللي بتدفع لها الايجار بتاعته. الله عليك. اب بيشحت هو وبنته، والبنت جميلة، شاف البنت مهندس وعجبته قوي. قال لابوها انا عاوز اخطبها. ابوها قال له بشرط تشحت معانا 3 ايام عشان ما تقولش ليها انها شحاتة وتعايرها. وافق المهندس وشحت معاهم اليوم الاول والتاني وقعد يعيط. قال له ابو البنت استحمل، فاضل لك يوم. المهندس قال له انا ما بعيطش من الشحاتة، انا بعيط على السنين اللي ضيعتها في الهندسة. معزة بتسأل امها عن ابوها. اماع فين اباع؟ امها قالت لها يا عيون اماع، اباع اطباع. ماع. واحد راح يخطب ابو البنت، انت شغال ايه؟ قال له انا شغال في الكهرباء. وهم قاعدين بيتعرفوا الكهرباء فصلت. راح العريس طلع تليفونه واتصل. ابو طارق بالله عليك شغل لنا مربع 5. مفيش دقيقة والكهرباء جت. ابو البنت قال له مبروك عليك البنت، بالله عليك كلم لنا ابو طارق يجي ياخد اختها. اشترت جزمة ب200 جنيه وبلوزة ب350 جنيه وشنطة ب500 جنيه وبنطلون ب400 جنيه ومكياج ب600 جنيه. وقف جوزها عند الدكان وقال لها هجيب سجاير. قالت له والله ما مفلسنا ولا خارب بيتنا غير السجاير دي. بيقولك الراجل قاعد يتنطط زي الفشار. واحد غبي راح يزور صاحبه، وهو في بيت صاحبه الدنيا مطرت وشتت كتير. صاحبه قال له خلاص هتبات عندنا الليلة. قال له ماشي. صاحبه دخل يعمل قهوة في المطبخ، ولما خرج لقى الغبي هدومه مبلولة. قال له ايه اللي عمل فيك كده؟ قال له مفيش، رحت جبت البيجامة من البيت وجيت. الله عليك الله. مجنون ومجنونة في مستشفى المجانين ماشيين جنب حمام السباحة. المجنون رمى نفسه في حمام السباحة والمجنونة أنقذته. تاني يوم الدكتور راح للمجنونة وقال لها عندي ليكي خبر حلو وخبر وحش. الخبر الحلو انت خفيتي لانك انقذت صاحبك، ودي حاجة كويسة وتصرف ما يتصرفوش غير العاقلين، وهتخرجوا بكرة. الخبر الوحش ان صاحبك المجنون شنق نفسه. قالت له لا، ده انا اللي علقته عشان ينشف. الناس اللي بتقول اقرصيها في ركبتها وحصليها في جمعتها، طيب ما تديها على قفاها وتزف معاها وخنقيها بكيس وخد انت العريس. أول مرة أشوف شهر فيه رمضان وعيد مسلمين وعيد مسيحيين وشم النسيم وأجازات وشغل والفصول ال4 وبلبن قفل وفتح ولسه المرتب ما نزلش. عجبت لك يا زمن. جارتنا متطلقة عندها 4 أولاد، اتجوزت واحد مطلق عنده 3 أولاد، وبعد ما اتجوزوا خلفوا بنت وولد. في يوم رجع الراجل من الشغل، مراته قالت له عيالك وعيالي ضربوا عيالنا. هو صحيح يا حنفي الناس اللي في بلاد بره متقدمين عشان بيشتروا الخضار والفاكهة بالوحدة؟ ايوه يا مزيكا صحيح، واحنا برضو قريب قوي هنشتري الخضار والفاكهة بالوحدة وكده نبقى متقدمين. لا،
كده نبقى مش لاقيين. البنت: حبيبي الفستان حلو قوي بس غالي، وانا نسيت الفلوس في البيت. الولد: طيب الفستان بكام يا قلبي؟ البنت: 1500 جنيه بس يا حبيبي. الولد: طيب خدي ال50 جنيه دي وروحي خدي تاكسي، هات الفلوس وتعالي. لا تنظر إلى الماضي فقد ذهب، ولا تنظر إلى المستقبل فلا تعلم أين ستكون، بل انظر إلى الأرض، يمكن تلاقي 200 جنيه تمشي بيهم حالك. شاب كتب على حيطة مدرسة بنات: ما تجيش بكرة، أنا جاي أخطبك من أبوكي. تاني يوم غاب 300 بنت، 8 مدرسات ومديرة المدرسة ومشرفة الباص. أسد بيطارد غزالة وبيجري وراها، الغزالة تعبت ووقفت من كتر الجري. بصت الغزالة للأسد وقالت له: انت كل حياتك افتراس وأكل، جرب الحب مرة يا أخي. المهم الأسد شافوه من يومين بيشتري كارت شحن، الحب ولع في الذرة. واحد صاحبنا بدون ذكر اسماء قعد مع مراته في ساعة صفا، بيقول لها: عارفة المثل اللي بيقول ان الست هي اللمبة اللي بتنور البيت؟ صح الكلام ده؟ قالت له: اه طبعا، البيت من غير ست عتمة وضلمة. قال لها: ما بالك بقى لو بقوا 4 لمبات؟ فردت عليه: انت عندك كهربا تشغل 4 لمبات؟ ده لمبة واحدة والكهربا عندك بترعش. طفل صيني بيسأل باباه، بيقوله: بابا هو ليه كل العالم بتقول علينا اننا شبه بعض؟ باباه قال له: سيبك منهم، ده كله كلام فاضي، وبعدين انا عمك مش ابوك. فزورة الحلقة: ما هو الشيء الذي أنت تملكه ولكن الآخرين يستخدمه أكثر منك؟ السؤال مرة أخرى: ما هو الشيء الذي أنت تملكه ولكن الآخرين يستخدمه أكثر منك؟ لو عرفت الحل تعالالي في كومنت. في النهاية يا أصدقائي، اشتراككم في القناة شرف عظيم لنا، وعمل اللايك هو الذي يساعدنا في الاستمرارية. شكرا، وإلى اللقاء في الفيديو القادم.